في هذا الكون الشاسع، حيث تمتد المجرات كجزر من الضوء وسط بحر مظلم لا نهاية له، نقف اليوم أمام مجموعة من أكثر المجرات إثارة وغموضا، لكل منها قصة واسم وأسرار لا تزال تكتشف حتى يومنا هذا. نبدأ رحلتنا مع مجرة السيجارة M82. تعرف مجرة السيجارة بهذا الاسم بسبب شكلها الطولي الرفيع الذي يشبه السيجار المشتعل، وهي من المجرات النشطة للغاية، إذ تشهد معدلات هائلة من تكون النجوم، حتى سميت أحيانا مجرة الانفجار النجمي. تقع هذه المجرة على بعد يقارب 12 مليون سنة ضوئية من الأرض، وتحتوي على مليارات النجوم، إلى جانب عدد غير معروف بدقة من الكواكب التي تدور حول تلك النجوم. ويعتقد أن النشاط العنيف داخلها ناتج عن تفاعلها الجاذبي مع مجرة قريبة، مما أدى إلى اضطراب مادتها وتسريع ولادة النجوم. ثم ننتقل إلى مجرة ميسييه 81 M81. تحمل هذه المجرة اسم الفلكي الفرنسي شارل ميسيه الذي قام بتسجيلها ضمن فهرسه الشهير، وتعرف أيضا باسم مجرة بوادي نسبة إلى مكتشفها يوهان بوادي. تعد من المجرات الحلزونية الجميلة، وتتميز ببنية منظمة وأذرع واضحة تحتوي على مئات المليارات من النجوم، وتشبه إلى حد ما مجرتنا درب الإتبان. وكما هو الحال في معظم المجرات، فمن المرجح وجود عدد هائل من الكواكب فيها، بعضها قد يكون شبيها بالأرض. أما مجرة زهرة الشمس M63 فقد سميت بهذا الاسم بسبب مظهرها الذي يشبه زهرة دوار الشمس، حيث تمتد أذرعها الحلزونية بطريقة متناظرة حول مركزها. تقع على بعد حوالي 37 مليون سنة ضوئية، وتعد من المجرات الحلزونية النشطة. تحتوي على بلايين النجوم، وتظهر مناطق كثيفة من تكون النجوم، مما يشير إلى وجود أنظمة كوكبية كثيرة في طور التشكل. ونصل إلى مجرة المرأة المسلسلة أندروميدا، وهي أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا، وترى بالعين المجردة في سماء الليل الصافية. سميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة المرأة المسلسلة في السماء، تبعد عنا حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية، وتحتوي على ما يقارب تريليون نجم، أي أكثر من ضعف عدد نجوم مجرة درب الإتبان. ومن المؤكد تقريبا أنها تضم عددا هائلا من الكواكب، وربما عوالم لم تكتشف بعد. وتشير الدراسات إلى أنها في مسار تصادمي مع مجرتنا بعد مليارات السنين. وأخيرا، مجرة كانيس ماجور القزمة سميت نسبة إلى كوكبه الكلب الأكبر التي تقع في اتجاهها، وهي ليست مجرة ضخمة، بل تعد من المجرات القزمة التابعة لمجرة درب الإتبان. تم اكتشافها في أوائل القرن 21، وتحتوي على عدد أقل من النجوم مقارنة بالمجرات الكبرى، يقدر بعدة مليارات فقط. ومع ذلك فهي تظل موطنا لعدد من الأنظمة النجمية والكواكب المحتملة. مجرة الدوامة M51 سميت بهذا الاسم بسبب شكلها الحلزوني المذهل الذي يشبه الدوامة الكونية العملاقة، وتعد من أوضح المجرات التي يمكن رؤية أذرعها الحلزونية فيها. تقع على بعد نحو 23 مليون سنة ضوئية، وتحتوي على مئات المليارات من النجوم. وما يجعلها مميزة حقا هو تفاعلها مع مجرة أصغر مجاورة، حيث يؤدي هذا التفاعل إلى تحفيز تكون النجوم بشكل هائل، مما يجعلها من أكثر المجرات نشاطا في ولادة النجوم. ثم ننتقل إلى مجرة القبعة M104. يعود اسمها إلى شكلها الذي يشبه قبعة تقليدية ذات حافة عريضة، نتيجة وجود حزام كثيف من الغبار يحيط بمركزها المضيء. تقع على بعد يقارب 29 مليون سنة ضوئية، وتتميز بنواة شديدة السطوع. يعتقد أنها تحتوي على ثقب أسود هائل الكتلة. وتضم هذه المجرة مئات المليارات من النجوم،
إلى جانب عدد هائل من الكواكب التي تدور حولها. أما مجرة العجلة كارتويل جالاكسي فهي واحدة من أغرب المجرات شكلاً في الكون، حيث تبدو كحلقة مضيئة ضخمة تشبه عجلة تدور في الفضاء. تكونت هذه البنية الفريدة نتيجة اصطدام عنيف مع مجرة أخرى أدى إلى اندفاع موجات من النجوم إلى الخارج، مكونة هذا الشكل الحلقي المذهل، وتقع على بعد حوالي 500 مليون سنة ضوئية، وتظهر بوضوح كيف يمكن للتصادمات الكونية أن تعيد تشكيل المجرات بالكامل. ونصل إلى مجرة الهوائيات، وهي في الحقيقة ليست مجرة واحدة، بل مجرتان في طور الاندماج، تتشابك مادتهما بفعل الجاذبية. سميت بهذا الاسم بسبب الأذرع الطويلة الممتدة منها، والتي تشبه الهوائيات. تعد هذه المنطقة من أكثر الأماكن نشاطاً في تكوين النجوم، حيث تؤدي الصدمات بين السحب الغازية إلى انفجارات نجمية هائلة، مولدة أجيالاً جديدة من النجوم. وأخيراً، مجرة المثلث M33 تعرف بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة المثلث التي تقع في اتجاهها، وهي ثالث أكبر مجرة في المجموعة المحلية بعد درب الإتبان وأندروميدا. تبعد عنا حوالي 3 ملايين سنة ضوئية، وتحتوي على عشرات المليارات من النجوم، وتتميز بوجود مناطق ضخمة لتكون نجوم، مما يجعلها واحدة من أنشط المجرات القريبة من مجرتنا، من مجرات تتصادم وتندمج إلى أخرى تتخذ أشكالا هندسية مذهلة. يتضح لنا أن الكون ليس ساكنا، بل هو مسرح دائم للحركة والتغير، وكل مجرة مهما بدت بعيدة تحمل في طياتها قصصا عن نشأة النجوم وموتها، وربما بداية حياة جديدة.